السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل بقى عجينة الطعمية او عجينة الفلافل، وهديكوا كل تكات المطاعم والمحلات بإذن الله تطلع معاكي ناجحة مليون في المية. وهنعمل كمان الحشوة كمان اللي بيحطوها في قلب الطعمية كده، الدقة او الدقة زي ما بيقولوا عليها، وتحتفظي بيها في تلاجة لفترة طويلة لمدة شهر. بجد طلعت مقرمشة جدا وحلوة وخطيرة قوي. ويلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبلها اللهم منا بقبول حسن. ولو اول مره تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق جميل اللي بيسعدني. ويلا بينا بقى عشان نشوف مقاديرنا النهارده وتكاتنا. يلا بينا. قبل ما نبتدي الفيديو بقى، الطعمية دي الكبيرة دي انا كنت قليها من غير زيت. هبقى اعملها معاكم ان شاء الله. لو عايزيني اعملها لكم من غير زيت قولوا لي بقى في الكومنتات بتاعتكم. اول حاجه انا معايا نص كيلو فول، انا جايباه قبل منها بيوم بالليل، ونقيته وغسلته كويس جدا وشربته في الميه منقوع. اهم حاجه يقعد يعني ايه من 3 ل 4 ساعات. لو زودتي يعني اكتر من كده هيبوش خالص ويفك معاكي في القليه. فاهم حاجه يكون متماسك معاكي من حدود ايه 4 5 ساعات بالكتير قوي، تكوني نقعاه في قلب الميه. نقعته وغسلته في الميه، اي بقوليات كمان لازم تتنقع عشان تطلع الغازات اللي فيها. غسلته ونقعته خلاص كده. معايا بقيه المكونات بتاعتي. انا معايا بصلايه كبيره، ومعايا فصين 2 توم، ما بحبش احط فيها توم كتير. معايا حزمه الكرات دي، انا مش هاخدها كلها، انا هاخد نص حزمه كرات. لو كترتي كميه الخضروات فيها كتير بتسود بعد كده منك. انا جبت الكرات بتاعه وفصصته كده من بعضه، لان التيم بيبقى مستخبي جواه من جوه، فاهم حاجه فصصيه من بعضه كده الاوراق بتاعته. خدت نص الحزمه، ونص التاني قطعته وشلته في الفريزر لما احتاجه تاني، لان مش على طول بلاقيه. وبرده جبت الشبت وكزبر، وما خدتش برده ايه الحزمه بتاعتها. خدت شويه من دي وشويه من دي وشويه من دي. انا مش عايزه كميه الخضار يبقى كتير قوي قوي، عشان ما تسودلكيش الطعميه بعد كده، وفيها تدي بس لون حلو بتدي فايدتها، وما تديكيش اللون الغامق اللي هو بتغمق قوي دي، بتبقى بسبب الخضروات كتير. طبعا انت لو مش موجود عندك الكرات ده تقدري تستخدمي البصل الاخضر، هيقوم بنفس الدور، لان الكرات ده نوع من انواع اللي هو البصل يعني. فانا ممكن تجيبي الخضار ده وقت ما يكون متاح عندك، وتفرزيه في الفريزر في اكياس، وتاخديه وقت ما تحتاجيه. انا همسكهم كلهم في قلب الكبه. هقطع الخضار بتاعي على الفول، وهبتدي هقطع كمان البصلايه والفص الثوم بتوعي، وهضربهم في الكبه. طبعا وهي بتضرب معاكي في الكبه لو حسيتي ان هي متماسكه شويه، هتحطي معلقتين ميه بالظبط، ما تكتريش ميه، لان لو زادت فيها الميه هتفك معاكي في القليه معاكي. عايزه اقول لكم حرام والله، يعني في بصراحه بصي واضمن من الجاهز. الجاهز بره دول الناس ما تضمنيش الا من رحم ربه لو غسل الخضار معاكي يعني. فانت كل حاجه عاملاها في ايديكي بنظافه، وواثقه من المكونات اللي انت حطاها ان هي نضيفه معاكي وموفره معاكي مليون في الميه. وفي نفس الوقت انت موفره، يعني وحده الطعميه او الفلافليه قد كده في المحل ب2 جنيه. حرام يعني ليه؟ انت عملتي الخير كله بنص كيلو، عملنا كميه وفرزت منها في الفريزر وبطلع منها وزي الفل والله. يعني ما خدتش مننا وقت وما كلفتناش كتير، وفرنا في بيتنا وحاجه نضيفه لاولادنا. خلاص ضربوا بقى في الخلاط في الكبه بتاعتي، وارجع لكم بعد ما اضربه ونبتدي نجهز الحشوه بتاعتنا او الدقه اللي احنا بنحطها في قلب الفلافل. دي بقى بتدي تيست فظيع فظيع للفلافل بجد، او الطعميه اللي هي بتدي حاجه جميله، بتدي طعم ومذاق فظيع جدا فيها. معايا حبايتين بصل كده، ومعايا 3 4 فصوص ثوم، ومعايا حبه فلفل اخضر او احمر، وشويه كزبره خضراء. طبعا الكميه دي على حسب ما انت بتحبيها. انا بحب اعمل كميه كبيره واشيلها في قلب علبه تحتفظي بيها في التلاجة او في الفريزر، تقعد معاكي فتره طويله جدا ما بيجراش حاجه. ماشي، يعني بجد بتدي تيست فظيع جدا للفلافل، طعم حلو قوي. انا معايا الفصل طبعا الفلفل الاحمر ده، انا هضرب في الخلاط، او مش هضرب في الخلاط، انا هقطعه على ايديا البصل، لان انا عايزاه قطع كده، مش عايزينه ناعم عشان ما ينزلش ميه. قطعيه بايديكي كبير صغير مش هتفرق معايا، لان احنا كده كده هنشوحه على النار فهيدبل معايا، فمش هتفرق معايا. انا قطعت قطع صغيره كده بالسكينه على ايديا، وهبتدي احط بشرت كمان، قطعت الثوم بتاعي قطع صغنطوطه خالص او بشوي زي ما انت عايزه. انا حاسه ان انا كنت مقشره توم كتير قوي، فاخدت 4 فصوص توم وسبت فصين الفضل، انا كنت مقشره كميه. حطيت كده 3 معالق زيت، وابتدي اشوحها على نار ما تكتريش الزيت، يعني انا حاطه معلقه زيت 3 معالق صغيره. لو حطيتي معلقه زي ما انت عايزه، مو مش عايزه كميه زيت كتير. شوحت البصل والثوم بتاعي كده لحد ما دبل معايا خالص ولونه زي ما هو مغيرش. قطعت الفلفل الاخضر والاحمر قطع صغيره خالص، او حتى اعمليه في الكبه بس ما تعملوش ناعم عشان ما نزلش ميه. هبتدي اشوحهم على النار كده لحد ما كل الخضار بتاعي ده ينزل السوائل وينشف معايا خالص. اخر حاجه احطها الكزبره بعد ما تبرد عشان لونها ما يغيرش ويسود معانا. طبعا هشوحها على النار وايديا فيها. هبتدي بقى اتبلها معايا بالملح،
عشان الملح كمان هيساعد معايا ان هي تنشف من الميه بتاعتها. وهبتدي احط عليها شويه فلفل اسمر. وطبعا البهارات والحاجات اللي انا هحطها دي على حسب الكميه اللي عندك، عايز تعملي كتير صغير زي ما انت عايز. وحطيت كمان بقى شطه. الشطه بقى دي الحشوه دي بتبقى اساسا مشطشطه يعني، فلو انت انا حطيت شطه بس ما خليتهاش حاميه قوي عشان هما بيحبوها عندي، بتدي تست حلو قوي للفلافل كده، بس ما حميتهاش قوي. وحطيت حبه بابريكا. وهنزل كمان بشويه كزبره جافه. هبتدي بقى احط دول على النار كده واشوحها لحد ما السوائل بتاعتي تتطير خالص وتنشف كلها تتشوح معايا. انا مش هحمر، انا هفضل اقلب لحد ما السوائل بتاعتي تنشف. هقطع الكزبره بتاعتي، مش هاخد العروق عشان العروق دي بتبقى فيها نسبه سوائل، هاخد الورق بس بتاعي. شوحتها بقى على النار زي ما انتم شايفين، وكده السوائل اتبخرت خالص منها. عايزه اقول لكم يا ريت كنتوا موجودين وتشموا الريحه، ريحتها فظيعه، ريحتها خطيره جدا، جميله جدا والله، وطعمها حلو قوي. جربوها وقولوا لي في الكومنتات بتاعتكم ايه رايكم فيها، وطعمها كان عامل ايه في الفلافل او الطعميه. زي انا مش عارفه انتوا بتسموها عندكم ايه بصراحه، احنا عندنا في اسكندريه بنقول عليها فلافل. هبتدي بعد ما بردت معايا حطيت اوراق الكزبره بتاعتي كده عليها وقلبت. ريحه فظيعه. قلبنا بقى كده خلاص، وكده الحشوه بتاعتي بقت جاهزه معايا. بس مش هينفع احشي الفلافل بتاعتي او الطعميه وهي سخنه. هبتدي احطها بقى في العلبه واحتفظ بيها زي ما انتم شايفين، احتفظت بيها. الفلافل بتاعتي فرمتها في قلب الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. شايفين لونها جميل ازاي. كميه الخضار مش عايزينها كتير قوي، تدي بس لون والفايده بتاعتها وخلاص. في الوقت ده تبداي تفرزيها وما تتبلهاش، اهم حاجه ما تتبلش. انت ممكن تحطي الملح عشان الملح بيخليها تساعد ان هي تفك بسرعه بسهوله لما تطلعها من الفريزر. والدقه بتاعتنا جاهزه خلاص اهي وبيضت. جبت اكياس المطبخ بتاعتي وابتدي ايه هشيل كده في الاكياس على حسب الكميه اللي انت بتستخدميها. انا للاسف الاكياس اللي عندي دي كانت كبيره خالص، فانا هقسمها معاكم وهبصوا هعبيها ازاي. لو لسه بقى موجوده معايا لحد دلوقتي ما تنسيش في اللايك الجميل بتاعك والكومنت بتاعك الجميل. طبعا الكيس كان كبير معايا فما عرفتش اعمل ايه، جبت ظهري سكينه وقسمته الاتنين كده لمكعبين لمربعين، لما تتجمد تطلعي المربع على قد الاستخدام بتاعي. حطيت الكميه بتاعتي كلها في قلب الاكياس وقسمتها كده بالسكينه. بقت زي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله الكميه حلوه قوي. وجبت الحشوه بتاعتي والحمد لله النور جه والاضاءه ابتدت تتظبط الى حد ما كده. هبتدي احط بقى البيكنج باودر، دي سحر يا جماعه، احسن من من البيكربونات الصوديوم 100 مره، الكربونات ودي فظيعه. هحط ملح، كمون، كزبره، فلفل اسمر، ما بحطش اكتر من كده، كمون وكزبره وفلفل وملح. واهم حاجه بقى التست الحلو قوي اللي تخلي الفلافل معاكي تطلع هشه وجميله جدا، انك انت لازم تضربيها ضرب جامد جدا جدا في. عايزه بقى تضربيها بالمضرب، انا بصي بضربها بالمضرب السلك العادي، ضربتها بالمضرب السلك اللي هو بتاع البيض ده، ضرب كده كده لمده دقيقتين ثلاثه لحد ما تهيش معاكي. معايا السمسم بتاعي ومعايا ميه وشعره كربوناتو. طبعا ده تلاقي بتاع الفلافل حاطط ميه كده جنبه كده في طبق، مش عارفين الميه دي فيها ايه. الميه دي بقى فيها شويه كربوناتو في ايديه عشان يبل ايديه يعرف يشتغل بيها. بجيب قطعه من الفلافل بتاعتي كده وابتدي احط قطعه حشوه صغيره على حسب ما انت بتحبي، عايزاها حشوه كبيره حشوه صغيره زي ما انت عايزه، وتحطي واحده تانية فوق منها وتبتدي تدوريها وتضغطي عليها ضغطه بسيطه جدا. اللي عايزه بقى تحطي بقى بالسمسم بايديكي بمعلقه زي ما انت عايزه في جميع الاتجاهات. انا بوري انك انت ممكن تعملي كده، انا ما بحبش احطها كده، انا بكورها في ايديا واغطسها في قلب السمسم على طول، بس انا عملت كده عشان اوري للناس ايه اللي موجودين يعني ما حدش يشوف كده. وابتدي احطها في الزيت بتاعي، يكون الزيت بتاعي سخن ويكون جاي. بص انا بغطسها بقى بحطها كده وبعد كده ببططها معايا زي ما انتم شايفين. اعملي حجم صغير حجم كبير، انا عملت شويه حبه بالدقه وشويه من غير دقه لان عشان بنتي الصغيره مش بتحبها. عايزه اقول لكم بص متحمره ولونها جميل ازاي وما فكتش معايا في الزيت وطالعه كده هشه. وكنت محمره لهم بقى بطاطس وبحضر الفطار بقى وتعالوا تفطروا معانا، الف هنا وشفا بجد. كانت عايزاكم الفطار ده. الفلافل طالعه جميله جدا معايا، مقرمشه وهشه ومش سودا من جوه، لونها حلو قوي قوي، جميله جدا من جوه. انا كان نفسي تسمعوا القرمشه بصح بس اتكتم الصوت. وعملت واحده كده بقى ليا عشان انا مش باكل، بحب الحاجات المقليه بالزيوت. قلت واحده كده من غير زيت خالص في قلب الطاسه. وان شاء الله انتظروا مني لو عايزين تعرفوا ازاي بقليها من غير الزيت، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم وصفات كذا طعم وكذا نكهه بالفلافل بتاعتي دي وبقليها من غير زيت الفطار بتاعك. ولو عجبك الفيديو بتاعنا بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك وتعليقي الجميل اللي بيسعدني. ومنتظر واستنوني فيديوهات تانية وتفضلوا معايا الفطار. يلا اشوفكم في فيديوهات تانية، اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته. في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.